منشية ناصر الدوري لأقوى مباراة لدوري الشوارع. السلام عليكم واهلا بيكم. الربع الاول من سنة 2024 اتقدم لنا مجموعة من الافلام القوية والمميزة واللي كان بينهم منافسة قوية، واحنا في فيديو النهاردة هنستعرض ليكم قائمة افضل الافلام المعروضة في 2024. بس قبل ما نبدأ في تفاصيل الفيديو، لو انت اول مرة تشوفنا يا ريت تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس، وما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو. يلا بينا. أهلا بيكم مرة تانية. أول فيلم معانا في قائمة أفلام 2024 هو فيلم أبو نسب، عريس بنت يا رجاله. والفيلم من بطولة الفنان محمد إمام، وبيشارك معاه في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم الفنان ماجد الكدواني، ومعاه ياسمين صبري ووفاء عامر وهالة فاخر وصلاح عبد الله. وبتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وبيحكي عن شخصية علي اللي بيكون دكتور أطفال وبيستعد للزواج من حبيبته داليا، لكن قبل الفرح بيخرج والد داليا من السجن اللي بيكون علي ما يعرفش عنه حاجة، وبيلاقي نفسه دخل في سلسلة من الصراعات والأحداث الكوميدية اللي بتبوظ الفرح وشهر العسل المنتظر. وقدم فيه الفنان محمد إمام شخصية مختلفة عن الأدوار اللي قدمها لنا قبل كده. أنا نادرها من 10 سنين، أرجعها على مركب زي ما سبتها على مركب. وتاني فيلم معانا هو فيلم الاسكندراني، والفيلم من بطولة الفنان أحمد العوضي، وبيشارك معاه في البطولة الفنان بيومي فؤاد وحسين فهمي وزينة ومجموعة كبيرة جدا من النجوم. وبتدور أحداث الفيلم في إحدى مناطق اسكندرية، وبيتكلم عن شخصية بكر الاسكندراني اللي بيكون ملاكم مراهنات، وبيكون بيمر بالعديد من الصراعات مع أبوه وحبيبته اللي بتكون من نفس المنطقة اللي هو عايش فيها، وبيضطر إنه يسافر بره علشان يدور على حياة جديدة، وبعد كده بيرجع تاني وترجع معاه الصراعات وتطرده مرة تانية. والفيلم من نوعية أفلام الإثارة والتشويق، وحقق نجاح كبير جدا وقت عرضه في السينمات. انا طالعه حج. انت فاهمه انت بتقولي ايه؟ وتالت فيلم معانا هو فيلم رحلة 404، والفيلم من بطولة الفنانة منى زكي، وبيشارك معاها في الفيلم مجموعة من النجوم وضيوف الشرف، أبرزهم محمد فراج ومحمد ممدوح وشيرين رضا وخالد الصاوي ومحمد علاء. وبتدور أحداث الفيلم عن غادة اللي بتكون هتسافر علشان تأدي فريضة الحج، لكن قبل السفر بأيام بتتورط في مشكلة كبيرة وتخليها تحتاج لمبلغ كبير من المال، فبتضطر إنها تلجأ لأشخاص كانت تعرفهم في الماضي علشان تقدر تجمع المبلغ اللي هي محتاجاه. والفيلم من نوعية الأفلام الدرامية، ومن الأفلام اللي محققة نجاح كبير لحد الآن. ورابع فيلم معانا في القايمة هو فيلم شماريخ، والفيلم من بطولة الفنان آسر ياسين، ومعاه أمينة خليل وخالد الصاوي ومحمد ثروت، وبيشارك معاهم مجموعة من النجوم المميزين. والفيلم بتدور أحداثه عن شخص اسمه رؤوف اللي بيكون ابن غير شرعي لواحد من أكبر تجار المخدرات، واللي بيكون عنده عصابة بتنفذ له العمليات المشبوهة اللي هو بيقوم بيها، والعصابة دي بتساعده في شغله، وبيكون من ضمنهم رؤوف اللي بيحاول يكسب ثقة والده علشان يقدر يقنعه انه يعترف بيه. وبيطلب والده منه انه ينفذ له عملية اخيرة ويقتل محامية اسمها امينة. ومن هنا بيحصل صراعات ومفاجآت كتير في احداث الفيلم. والفيلم كانت بداية عرضه في مهرجان البحر الاحمر بالمملكة العربية السعودية. سيداتي أنساتي سادتي، نرحب بكم في ملعب منشية ناصر الدوري لأقوى مباراة لدوري الشوارع. واخر فيلم معانا هو فيلم الحريفة، والفيلم ده كان مفاجأة موسم 2024. والفيلم من بطولة مجموعة من الشباب، وعلى رأسهم نور النبوي واحمد غزي ونور ايهاب، وبيشارك معاهم في الفيلم احمد حسام ميدو وكزبرة والطفلة ريما مصطفى. والفيلم بتدور احداثه عن ماجد اللي بيكون عايش في اسرة غنية، بس بسبب الظروف اللي بتحصل لوالده بيسيب المستوى اللي هو عايش فيه وبينزل لمستوى اقل بكتير، وبيضطر يتنقل لمدرسة حكومية، وهناك بيتعرف على أصدقاء جديدة وبيحاول يتأقلم على الوضع الجديد معهم. وبتدور أحداث الفيلم وتحصل فيه كتير من الصراعات والأحداث الكوميدية والدرامية اللي بتكون بينه وبين صحابه. والفيلم محقق أعلى إيرادات في 2024، ومتصدر قائمة أفضل الأفلام اللي نزلت لحد الآن. وكده تكون خلصت قائمة الأفلام الأفضل في 2024. يا ريت تقول لنا رأيك إيه الفيلم الأفضل من وجهة نظرك، ولو في فيلم مش موجود في القائمة يا ريت تقول لنا عليه في كومنت.
وكده يكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. يا رب ما نكونش طولنا عليكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.